السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل مشجعي نادي الزمالك في كل مكان ومساءكم. زملكاوي كزملكاوي وانت بتتفرج على الزمالك في دوري مجموعات أفريقيا بيبقى عندك يقين ومتأكد من حاجتين. الأولى إنك مستحيل ممكن تلاقي الحكام الأفريقية حسبت للزمالك بنالتي لو حتى مدافع الخصم مسك الكرة بإيده مكان الحارس. الحاجة التانية إنك لو لقيت لاعب مصاب وبيتعالج أو فيه فاول هيتنفذ، تأكد وقتها إنك لو قمت عملت شاي أو قهوة لأنها بتاخد وقت أطول في التحضير، فتأكد إنك هترجع تلاقي اللعب لسه ما استؤنفش. لا ده كمان في صفارة أحيانا بتطلع وما تعرفش طلعت ليه، ولا تعرف حتى اللعبة اتحسبت إيه. أقسم بالله حكام أفريقيا وتحديدا الحكام اللي بتحكم لنا دول ما ينفع يديروا ماتش في دورة رمضانية. ماتش 90 دقيقة تلاقينا ما بنلعبش فيه 60 دقيقة على بعض. فاول يتحسب في الدقيقة 60 يتنفذ في الدقيقة 64، وفي الدقيقة 90 تلاقيه رافع 4 دقايق وقت بدل ضايع. وده بالمناسبة اللي بيشجع لاعبي شمال أفريقيا يضيعوا وقت. ما هو انت لو تسيبهم يضيعوا وقت براحتهم وبعدها ترزعهم 12-13 دقيقة وقت بدل ضايع، محدش هيعمل كده تاني. انا اشك ان حكام افريقيا اصلا عندهم فكرة عن قانون التحكيم او بيشوفوا ماتشات دوري ابطال اوروبا او كاس العالم الاخير زينا. في كمان 100 علامة استفهام حوالين الكاف فيما يخص عدم تطبيق تقنية الفار في دوري المجموعات. اقسم بالله ان الزمالك بيتظلم ظلم بشع بسبب عدم تطبيق تقنية الفار في المجموعات. السنة اللي قبل اللي فاتت مثلا اللي خرجنا فيها من المجموعات بسبب تحالف المولودية والترجي، وقتها خرجنا بسبب فارق نقطة ما بيننا وبين المولودية. في أول لقاء بقى في الجولة الأولى كان الزمالك بيلاعب المولودية في القاهرة، واللقاء انتهى بالتعادل، ووقتها كان الأثيوبي بملاك ديسمبا هو حكم اللقاء. وديسمبا ده بالمناسبة من الحكام الكويسين قوي في القارة وكلنا عارفين ده. وقتها تغاضى ديسمبا عن احتساب ضربتين جزاء للزمالك. بالمناسبة لو كان في فار كان رجاله زي ما رجاله في مباراة نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان وحسب للزمالك ضربة جزاء وقتها، وكان الزمالك خد ال3 بونت وما خرجش. اتمنى الاتحاد الافريقي رأفة بينا كجماهير يشوف حل في موضوع تقنية الفار في المجموعات. مش معقول يكون دوريات العالم كلها بتطبق تقنية الفار في ملاعبها وبطولة دوري ابطال افريقيا في مرحلة المجموعات الحاسمة ما بتطبقهاش. مباراة كانت في المتناول تماما، مش محتاجة غير هدف وده كان سهل جدا تسجله. لكن خلينا نتفق ان في عوامل ادت للتعادل. اولها ان لاعبي الزمالك مش عايزة تستوعب انهم بيلعبوا المريخ في ارض محايدة، مش بيلعبوا في السودان عشان النقطة تبقى بطعم الفوز. نمرة 2 الترتان، شيء بشع طبعا. انت لو بتلعبني على تراب ده هيكون افضل والله. ده طبعا بالاضافة للعب في الشمس، وده شيء لاعبي الزمالك عندهم استعداد تجلدهم وما تلعبهمش بالنهار، وده لسبب لا يعلمه الا الله. نلعب بالنهار تلاقي لعيبه الزمالك كانهم بيلعبوا كرة شاطئيه او رابطين اكياس رمله في رجليهم، ما تعرفش ايه اللي بيحصل. نمرة 3 لعيبه الزمالك مش عايزه تصدق انهم ممكن يفوزوا في اللقاء ده ويحصدوا ال3 نقط ويريحونا ويريحوا نفسهم في باقي مواجهات المجموعه. عارفة طبعا ان التعادل مش وحش وبيحافظ على حظوظنا، وان نقطة يعتبر خارج الديار في دوري المجموعات شيء برضه مش وحش. بس هل انت شايف ان المريخ اللي احنا كنا بنلعبه النهاردة ده في ليبيا ممكن يصمد قصاد الترجي او بلوزداد في ارضه اللي هي ليبيا؟ يعني ماتش المريخ والترجي او المريخ وبلوزداد في ليبيا هينتهي بالتعادل او المريخ هيتغلب على حد فيهم؟ في اعتقادي بالمستوى اللي ظهر بيه النهاردة المريخ ده، لو بعتله البنك الأهلي متزايل جدول الترتيب عندنا في الدوري هيتغلب عليه، وده طبعا لو ظهر بنفس المستوى اللي ظهر بيه النهارده. وهي دي المشكله اللي بتواجهنا، ان الفرق دي وارد جدا تكسب المريخ في ليبيا وهتتجرأ عليه كونه بيلعبها في ارض محايده مش ارضه، وده طبيعي جدا. وبالمناسبه الاسماعيلي لسه حاطط على المريخ 4 من ايام في مباراه وديه. المريخ اللي شفناه النهارده ده فريق متواضع جدا وشقيق بمعنى الكلمة، ولاعبته طيبين جدا. اقسم بالله بصرف النظر عن انه وصيف الدوري السوداني بفارق نقطتين عن الهلال. انا النهارده شفت الباك رايت بتاعهم مغطي الجزيري ب10 متر في الشوط الاول، والسيرد باك زميله رافع ايده بيطالب بتسلل. والله ما بهزر. وهي اللقطة ده في لقطة كمان ما تعرفش لاعبتهم وقفت على ايه اساسا، وبعدها الجزيري شاط في السماء. فاول اتنفذ بإتقان وبتركيز لأول مرة، وكرة ضعيفة جدا لكن في اتجاه المرمى كانت هتدخل من غير ما حد يلمسها. تسديدة ضعيفة جدا من دونجا ما تعرفش هي تسديدة ولا عرضية، والله كانت هتدخل. الموضوع بسيط جدا يا جماعة والله. زيزو هنا هوش المدافع ركب الهوا وراح برج العرب. لاعب المريخ برضو هنا ما تعرفش بيعمل الفولو فين. والله العظيم طيبين جدا. انت متخيل مهاجم الترجي ممكن يسمي عليك في لقطة زي دي في تونس؟ هنا برضو الجزيري شايف ان مفيش حد في ال18 وزيزو بعيد جدا وبرضو عملها بالعرض، مش عارفة ليه.
يا عبد الغني وحياة عيالك يا اخي، والله ما هيجرى حاجة لو شتت الكورة دي وعصرت جذعك وطلعت من على الارض شوية ونزلت على ظهرك او على جنبك بدل ما تنزل على ركبك. بالعكس وقتها بطن رجلك او وش رجلك هيوصل للكورة بشكل افضل، وهتطلع الكورة ناحية نيمار، مش هتوقع قلوبنا. والله ما هتتصاب ولا هيجرالك حاجة، كل مدافعين العالم بيعملوها عادي وما بيتصابوش. سهلة والله، جرب بس انت كده مش هتخسر حاجة، هتلاقي وقتها شكلك بقى افضل واحنا كمان ارتحنا واعصابنا هديت. اصل يعني يا عبد الغني مش كل كورة هتجيلك مرتاحة، في كورات كده لازم تطلع لها من على الارض وتشتتها على لعبها كده، زي الونش كده في الكورة دي. الونش هنا لو منزلش بجسمه على الارض مستحيل ممكن رجله تطلع في المستوى ده وتخرج الكرة دي. وحياة ابوك يا زيزو العب مع الناس وبلاش الفردية دي، انت مش صاحب الكورة. انت حتى الكرات اللي بتلعبها لزمايلك بحس ان عينك فيها وما بتوصلش اساسا، زي الكرة دي مثلا والكرة دي كمان، اما دي فمش عارفة كنت تقصد بيها ايه. وبعدين مفيش اسهل من انك تعمل باص للاعب منطلق وتعمل حساب للمدافع اللي قدامك واللي انت عارف انه هيمد رجله، فالمفروض تلعبها اجمد من كده عشان تمر منه، او حتى تلعبها في مستوى اعلى من كده عشان تبقى صعبة على المدافع يطلعها. كمان عايزة اقول لفريرا ان خروج زيزو من الملعب وهو سيء فنيا او مشتت ذهنيا او مرهق بدنيا ده مش عيب ولا حرام، والله يا فريرا ده عين العقل. شيكابالا يا قائد الفريق، في اللقطة دي كان عندك فرصة تسلم دونجا اللي هو فاضي خالص، او تسلم عبد الشافي اللي طالع ورافع لك ايده اهو وواخد مكان مميز. انت هنا قررت ترقص وتعمل الريسك، وده وارد بالمناسبة للعيب حريف وصاحب مهارات زيك، لكن ازاي لما تتقطع منك تقف بالشكل ده؟ يا شيكابالا يا قائد الفريق، ما انت تعمل كده المفروض تستنى ايه من زمايلك في الفريق؟ وازاي بعد ما تعمل كده هتقدر تدي اوردرات لزمايلك ويسمعوا كلامك حين ان انت بنفسك بتقف وتسيب الهجمة ترد علينا؟ هل يجوز اني اتسبب في قطع الكورة ومحاولش استرجعها وازعق لزميل ليا في الفريق؟ نيمار محتاج يركز اكتر من كده وما يخافش في موقف 1-على-1. ومن رأيي وجود زيزو او شيكابالا على الخط معاه ظلمه بشكل كبير جدا. مرات تلاقي نيمار منطلق ومحدش طلعه، ومرات تانية تلاقيه عنده فرصة يروح في موقف 1-على-1 ويعدي، وخوفه من المعلمين يخليه يرجع لشيكا او زيزو فيسلمهم ويتحرك فمحدش يديله ولا يسأل فيه. مش عارفة ده بيحصل ليه. سيف جعفر محتاج يركز اكتر من كده في الملعب ويسيب مشاكله الخارجية فيما يخص التجديد وكلام المواقع الرياضية والإعلام على الخط قبل ما ينزل الملعب. دونجا أفضل من الماتشات اللي فاتت. شلبي محتاج تتكلم مع الباك اللي بيلعب تحتك وتتفاهم معاه، انت كده بتظلم نفسك كونك كل مرة تاخد الكورة وتحاول تعدي، ده مش اوبشن مفروض تتبعه كل مرة بتوصلك فيها الكورة، ومستحيل ممكن كل مرة تاخد نفس الاختيار وكل مرة تمشي معاك وتعدي عشان تعمل عرضية. انت لو رحت 10 مرات اقل تقدير هتتقطع في 5 مرات، وده مش رقم هيميزك، بالعكس ده هيقلل منك. محتاج يا شلبي تتكلم وتتفاهم مع الباك ولاعب نص الملعب اللي بيميل عليك عشان تسند عليه. وبالمناسبة حاول تدخل ال18 شوية، موضوع انك تاخد الخط باستمرار ده مستحيل هيخلق تفاهم بينك وبين الباك اللي هو عبد الشافي. نضاي نو كومنت، محتاج ماتشات كتير واحنا ما عندناش رفاهية التجارب خالص الفترة دي. اعتقد فريرا محتاج يشوفه كويس في التدريب قبل ما يدفع بيه في المباريات. سيف الجزيري انت مهاجم تونس يا عزيزي، انت عارف ده؟ عارف يعني ايه مهاجم دولي في منتخب تونس؟ يعني اللي بتقدمه مع الزمالك ده يا معلم ما يجيش 20% من مستواك اللي احنا بالمناسبة عارفينه تماما. انت لو ما عندكش اكتر من كده احنا مش هنطالبك بالمناسبة. عايزه اقول لعواد انت ليه لما بتمسك الكوره بتقع على الارض وما بتعملش المرتده؟ هو النقطه بالنسبه لنا في موقفنا ده بقت مكسب ولا حاجه؟ او يمكن التعادل بره ارضنا بقى ب3 بونت واحنا ما نعرفش؟ كل كوره بتتشاط بتزعق، ومش زعيقه حارس لمدافعين غلطوا، دي زعيقه حارس من شمال افريقيا بيضيع وقت. هل في عندك تعليمات اننا بنلعب على البونت مثلا؟ مستواك يا عواد في الفتره الاخيره متذبذب ومهزوز ومش مفهوم. السنة اللي فاتت كان الفريق واقع بشكل أكبر من كده، كنا بنلاقيك وحش في المرمى وشايل المسؤولية. أتمنى تراجع نفسك عشان قراراتك ما بقتش سريعة زي الأول، لكنك هايل برضو يا عواد بخصوص ال3-4 كور اللي شلتهم، ومستنيين منك الأفضل عشان ترجع حارس مصر الأول. هايل حسام عبد المجيد وطارق، وبننتظر من كل لاعبي الزمالك الأفضل الفترة اللي جاية. في النهاية ماتش وعدى والحمد لله على البونت، ويا ريت نركز في اللي جاي لان الترجي فريق مش سهل خالص في ارضه وكلنا عارفين ده. لازم نكون فريق بيضم لعيبه رخمه ودمها تقيل عشان نقدر نحقق معاه نتيجه ايجابيه في تونس، وان شاء الله هنحصل على بطاقه التاهل لدور الثمانيه.
الاتحاد الأفريقي كالعادة بيعاقب الهلال السوداني في مباراته مع النادي الأهلي وبيقرر لعبها بدون جماهير، والزول كمان بقى بيعاني من نظرية المؤامرة اللي احنا عايشين فيها بقالنا سنين. فرق أفريقيا اللي بتقابل النادي العظيم بقت بتشتكي من التفرقة. احنا كتر خيرنا بقى كزملكاويه. الترجي المباراة اللي فاتت جماهيره كانت هتولع في الاستاد، هل ده سند يخلينا نطالب باللعب بدون جماهير في مباراة الزمالك اللي جاية في تونس؟ وهل الاتحاد الأفريقي ممكن ياخد خطوة زي دي ويستجيب أساسا؟ طبعا لا، ومفيش تشابه ما بين الموقفين، وما عنديش رد مقنع. ولو مصر انا مش هتعب نفسي معاك وجادل وهقولك انت عايش نظرية المؤامرة، عشان لما احنا كنا بنقول الدواعي الأمنية بقت بره وجوه محدش كان بيصدقنا. ما كناش حابين نتناول موضوع زي ده لأن شهادتنا مجروحة قصاد الجماهير، لكن الحقيقة الموضوع زاد عن حده جدا وأصبح الكلام معلهوش جمرك وبيمر مرور الكرام. وسواء شئت أم أبيت يا جمهور الزمالك، فالراجل اللي بيطلع مع كابتن سيف زاهر ده بيمثلك، حتى ولو كان بيقول كلام مش على لسانك أصلا ولا بيعبر عنك، والكلام لا يصدقه عقل. من الوارد جدا إنك تكون زملكاوي وتقول كلمة حق ومحدش ممكن يهاجمك بالمناسبة، لأن مفيش حاجة عافية، كله بالعقل والمنطق. يعني مثلا لما تكون زملكاوي وتقولي إن خط وسط النادي الأهلي اللي بيضم السولية وديانج ومروان عطية وحمدي فتحي والقندوسي أتقل من خط وسط الزمالك اللي بيضم رؤى وسيف جعفر ودونجا والسيسي، هقولك طبعا معاك حق، في فرق في الكواليتي وعمري ما هكدبك ولا هقول عليك متزملك، لأن اللي بتقوله ده حقيقي، واللي يعارضك هو اللي محتاج يراجع نفسه ويشغل عقله. لكن لما الشخص اللي بيدعي انه زملكاوي محايد ده اللي بيطلع مع كابتن سيف زاهر يجي يقول ان زيزو اللي هو متصدر المركز الثاني كهداف للدوري برصيد 8 اهداف بعد احمد الشيخ، المتصدر ترتيب هدافين الدوري ب9 اهداف، زيزو اللي هو برضه متصدر قائمة اللاعبين الاكثر صناعة للاهداف برصيد 8، واللي هو افضل لاعب في الدوري حاليا من حيث ارقامه على كل المواقع الرياضية، وتقول عنه لو عملت ترتيب لافضل 10 لاعبين في الدوري زيزو مش هيكون فيهم. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي. هو انت بنيت تقييمك ده اساسا على ايه؟ هل رجعت الارقام زيزو اساسا الموسم ده عشان تقول عنه الكلام ده؟ يعني مفروض سيادتك لما فريق يلعب مباراة بأداء سيء نسحب منه ال3 بونت كونه ملعبش مباراة كويسة؟ لا، وكابتن سيف زاهر فارض الشخص ده علينا ومفهمنا انه بيمثلنا وبيقول الحقائق. في فرق يا عزيزي ما بين ناقد رياضي بيقول اللي شايفه صح وما بين ناقد رياضي بياكل عيش وبيقول اللي يرضي الإعلام عشان الإعلامي اللي مستضيفه يبقى مبسوط منه ويجيبه تاني وتالت والريتش يعلى لما يثار الجدل. بصرف النظر عن تألق سيف جعفر في المباريات الأخيرة للزمالك وظهوره بشكل مميز من عدمه، وبصرف النظر كمان عن إنه من أبناء النادي وهيجدد بعد عودته من ليبيا، هو احنا ازاي وبأي عقل سايبين لاعب ناشئ بقيمة سيف جعفر لحد دلوقتي وما جددنالوش عقده واحنا في نص فبراير وعقده هينتهي في 30 يونيو اللي جاي؟ دي كارثة. يعني ايه لاعب عندك يبقى من حقه يمضي لأي نادي تاني من شهرين فاتوا؟ طب افرض حد في الفترة دي كان لاعب في دماغه وهو ما بيشاركش في المباريات وعايز يلعب وأغراه ومضاه، كان هيبقى ايه التصرف دلوقتي؟ يا سيد أمير مرتضى، أحب أفكرك إن أنت صاحب البوست ده اللي سيادتك كنت نشرته أيام ما اللجان سمحت لحسين فيصل يرحل مجانا، وقلت بالنص كده يا خسارة حسين فيصل. احنا ليه بننسى كلامنا لما يتكرر نفس الموقف ونقول أصل دي فقرة ودي فقرة؟ بالمناسبة في كمان لاعب جاي له عرض من أسبانيا في فريق 2001، لا عليك نجدد له. ومش هو بس، هو وأي لاعب مفروض نعمل له عقد لاعب محترف. يا جماعة بالله عليكم ارحموا جماهير الزمالك. احنا بدل ما كنا بنهتم بالتشجيع والدعم والمؤازرة ونستمتع بالمباريات بقينا بنراجع اللوائح والقوانين والقانون الرياضي والجنائي وبنراجع العقود وبنشتغل كشافة عشان نشاور لكم على اللاعبين المميزين للتعاقد معاهم. احنا فاضل ننزل نلعب مكان اللعيبة؟ من فضلكم شوفوا شغلكم وفكوكم من كل من هو يحيى. في النهاية بتمنى دائما وأبدا التوفيق لنادي الزمالك في كل ما هو قادم، ومهما كانت الظروف وأيا كانت المتاعب اوعى تبطل تحشد وتدعم وتساند وتردد. أفريقيا إن شاء الله يا زمالك.